بلا 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 ياكل شماكل. في الواقع نحن نحد من إمكانية تحرك اللجنة في أي مكان في سوريا. هناك ما نخفيه. عليهم أن لا يشاهدوا القتل، الذبح، إجرام القوات حفظ النظام الذي يرتكب بحق مواطنينا. لذلك أقول بصراحة هذا أقل ما يمكن أن تقوم به الجامعة العربية. لا أعرف الأمم المتحدة، ومن هنا نستغرب هذا التصرف. في الواقع هذه الأخبار صحيحة، ولذلك ما تسمعوا من أخبار عن اعتقال مواطنيها، أخبار عن اعتقال مجموعات منهم، أؤكد أنها صحيحة. الجامعة العربية يجب أن يتمسكوا بالمادة. يعني أرجو أن يكون الموضوع تعجيزيا. لذلك أنا أقول تنظروا إلى المادة. مع الأسف أنا راضيا على موقف دول الجوار. أعمل أنه هذه الأمور تحدث، وأن لن تبقى لغة الدبلوماسية هي السائد. أؤكد أن تتجه الأمور لحرب أهلية، أن شعبنا قادر على الدفاع عن وطنه. توجد معاهدة قديمة بين سوريا والاتحاد السوفيتي قتل شعبنا. نحن في حالة حرب، نحن عمليا في مواجهة شعبنا. قوات حفظ النظام والجيش تعتدي على المواطنين. هذا ما يجري في سوريا، وآمل أن نصل إلى مرحلة حرب أهلية، لأن ثقتي كبيرة قوات حفظ النظام والجيش. والله يعني هناك جهود تبذل من أجل قتل شعبنا ضرورة هامة، شيء مخجل في الواقع. أريد أن أطمئن العاملين في قوات حفظ النظام والجيش، هي التي تؤدي إلى هذا القتل. نحن قوات حفظ النظام والجيش مجموعات مسلحة إرهابية تقوم بقتل الناس على الهوية. مع الأسف وعي شعبنا كفيل بوقت هذه الفتنة. الحل الوحيد هو بيد السلطة، وهو الأهم بكثير للشعب السوري. وهذا الشعب قتل، الذبح، إجرام القوات حفظ النظام. هذا الحوار الوطني كل من المعارضة الوطنية حضور هذا الحوار، فهو مرحب به، ونطمئنه إن كانوا في الخارج. نحن نقوم بقتل الناس على الهوية. يجب أن يشارك في هذا الحوار من أجل بناء مستقبل السلطة. نحن سوف نستنفذ كل نافذة متاحة. ذبح مواطنينا. كنا على تنسيق مستمر وتواصل مع الأصدقاء الروس في كل خطوة نخطوها. أريد أن أستبق الموقف بالحديث عن مجلس الأمن. عندما نصل إلى هذا المنعطف سنلتقي مجددا معكم ونقول لكم شكرا شكرا شكرا.